مساء الخير يا أصحابي، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وكويسين وفي أحسن حال دايما يا رب. هنبدأ مع بعض فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة أنا مش هعمل لكم حاجة، أنا عايزة أوريكم حاجة. بصراحة أنا كنت مستنية لما أخلصها، بس بصراحة الفضول أو يعني مش قادرة إن أنا ما اوريهاش، وخصوصا إن هي نازلة ترند قوي الفترة الأخيرة اللي احنا فيها دي. فتعالوا أكلمكم النهاردة عن حصالة التحدي. الفترة الأخيرة اللي احنا كنا فيها انتشرت حصالة التحدي وكانت نازلة ترند بطريقة مش طبيعية، وما زالت ترند لحد دلوقتي. فأنا قلت ليه ما أجربش بدل الحصالات التقليدية بتاعت زمان ديت، أحط لكم صورها. بس دلوقتي الموضوع تجدد وتطور ووصل لحصالة التحدي، عاملة كده زي صندوق كبير كده من الخشب، بتبقى عليها اسم والرقم اللي انت بتبقي عايزه تحوشيه مثلا. ومثلا تحدي، مثلا ممكن في بقى ناس بتكتب جمل اللي هو ايه: عشان اعمل حج، عشان اسافر. بيكون تحدي ليها او حافز ان هي تقدر تجمع المبلغ وتخلصه، وبعد كده تبدأ ان هي تعمل الحاجة بالمبلغ اللي هي كانت عايزة تعمله. ان عبارة عن تحدي او تحفيز للشخص ان هو يحط فيها ويحوش لحد ما يخلص كل الارقام اللي عليها من بره، ويخلص. يعني الرقم ده اصلا هو تجميعة الارقام دي، بس عشان خاطر تقدري تحطي فيها كل ما يبقى معاكي تحطي فيها الرقم وتشطبي عليه. انا طبعا ما جتليش فكرة ان انا اشطب عليها دي، لقيتها فكرة تقليدية جدا ومش عاجباني. حبيت ان انا احط عليها الستيكر ده اللي هو ايه، وجه بيبتسم كده. شايفين شكله عامل ازاي؟ اللي هو مثلا لما احط حاجة احط ديت ان هو حافز ليا وتحفيز اكتر من ان انا اشطب على الرقم. ف بصراحة أنا شايفاها إن هي عملية جدا جدا جدا. هي مش رخيصة برضو يعني، ومش غالية قوي. كنت جايباها تقريبا ب130. بقى عملها لي ب130 بس من غير صورة. يعني أنا ما اخترتش صورة من ورا، ما حبيتش إن أنا اختار صورة. لما كنت طبعا عاملاها انا واختي قالت لي اعملي لي واحده معاكي، عملتها انا وهي مع بعض. فكانت هي حاطه صوره، هسيب لكم صور هنا. فالوجه ده لو عايزه صوره بتحطي صوره عادي. وطبعا في منها خامات كتير، وفي منها نازل بيقولك ب40 و50 جنيه. 40 و50 جنيه ديت انا شفتها حرفيا ورق ابلكاش كده، كرتون، مش ابلكاش، كرتون. ومش حلوة خالص. وكان بيبقى مكتوب فيها الرقم وكل حاجة. ودي ميزتها ان هي فيها مسمارين هنا، بتفتحيهم بعد ما بتخلصي المبلغ، وتقدري ان انت تقفليها تاني، وتقدري ان انت تجمعي فيها تاني. فدي حاجة كويسة، ان هي مش هتترمي او هتتكسر بعد ما افتح فيها المبلغ اللي انا حوشته. لا، اقدر ان انا اقفلها واقدر ان انا احوش فيها تاني. يعني بصوا، باستمرار عملية جدا جدا ان انتوا لو ايديكوا فرط او مش بتعرفوا تشيلوا فلوس على جنب، ان انتوا تحوشوا في حاجة زي كده. بصراحة انا الفترة الاخيرة من ساعة ما جبتها، اللي هو اي حاجة فايضة بقى من مصروفي البيت، مثلا باقية مني فكة مش عارفة ايه، اقول طب اجري عليها واقول في اللي في مثلا معايا 20 جنيه ولا حاجة، وفي هنا مبلغ 20 جنيه، اروح شاطبة عليه او احط عليه الستيكر واقول ايه خلاص كده هو من عليا. يعني اللي هو ايه، انا بتحفز او عندي دافع جامد ان انا عايزة اخلص الارقام دي كلها. الارقام اللي فيها دي مشجعاني، والرقم المبلغ اللي فوق التحدي اصلا انا كاتبه اسم احمد. يعني انا المفروض ممكن تكتبوا اي حاجه انتوا عايزينها على حسب اللي انتوا بتختاروه. الارقام دي محفزاني ان انا عايزه اخلصها. يعني انا كل ما ببص لشكلها كده واحط حاجه، ببقى متحفزه للحاجه اللي بعدها، ان انا عايزه احط حاجه تانية بعدها علشان خاطر اخلصهم. عماله اقول يا ربي انت اخلصهم. فانا حاليا بقالي شهرين فيها، الله اعلم هتخلص معايا في قد ايه. في حاجه حلوه قوي نفسي فيها، ممكن اجيب حاجه بسيطه والحاجه التانية ممكن اشيلها. مش مخلياني يعني ان انا اجيب حياة الرفاهية الجامدة، لا، مخلياني ان انا ماسكة ايدي شوية علشان اقدر اخلصها في الوقت اللي انا عايزاه او في وقت قصير، بحيث ان انا اقدر اجمع فيها تاني والمبلغ يبقى سهل معايا. هعمل بيها ايه بقى بعد ما افتح المبلغ ده؟ الله اعلم، انا لسه مش عارفة، انا محتارة. بس قبل اي حاجة لازم اكيد هنطلع جزء من المبلغ ده كده كصدقة عليه. بصوا، اي حاجة عموما، المرتب بتاعك عموما او المصروف بتاع البيت، سيبك من مصروف البيت، المرتب اللي انت بتشتغلي بيه
اي كل شهر عشان ربنا يبارك فيه ويبقى فيه بركة وخير، وما يبقاش كده اللي هو تحس ان هو ايه، قبضتيه النهارده تاني يوم اتصرف منك على طول. حاولي ان انت تطلعي جزء بسيط جدا جدا منه كل شهر لله. دي كده كل ما هتدي ربنا هيديكي، الحاجة بتلف وترجع لك، مش ما فيش حاجة رايحة يعني. نفس الكلام اللي هيحصل مع الحصالة دي، ان انت لو معاكي مثلا الحصالة دي او بتحوشي فيها وهتيجي تكسري المبلغ، ما تصرفوش كله، او هاتي الحاجة اللي انت عايزاها بس طلعي منه جزء بسيط ولأي حد غلبان وكده يعني. تمام. ف خير ان شاء الله، ربنا يجعل ايامكم كلها خير ورزق وبركة. انا طبعا كنت حابه ان انا اتكلم في فيديو قصير خالص، يا رب ان شاء الله يكون قصير ما يكونش طويل، ويا رب يكون خفيف كده ولذيذ على قلبكم. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. مع السلامه.